السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كنز. الوصفة دي كانت تايهة عننا فين، فعلا تستحق التجربة. النهاردة هنعمل القهوة من مكون كلنا كنا بنرميه في الزبالة، نوى البلح او نوى التمر. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والنتيجة اللهم بارك فعلا صدمتني. قبل ما نبدأ في الوصفة، لو أول مرة بتشوفيني أنا عزة ودي قناتي. لو عجبك الفيديو لايك كتير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. في الأول كده عندي نوى التمر. كل ما هنجيب بلح أو تمر هتحوشي النوى بتاعه أو هترميه. عايزة أقولك كنز في حاجات كتير جدا، في غير الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة، في وصفات كتير جدا بيدخل نوى التمر ده. بعد كده هغسله غسلة كويسة جدا، وهتشطفيه أكتر من مرة وتتأكدي من نظافته. كمان هتشيلي القشرة البيضاء اللي بتبقى موجودة عليه. وبعد كده هتحطيه على فوطة مطبخ تكون نظيفة، هتنشفيه كويس جدا. وفي ناس بتحطه في الشمس، بس انا بصراحة ما حطيتهاش في الشمس، حطيتها كده تحت المروحة. خدت حوالي معايا يوم كامل، كانت نشفت تماما وبعد كده هنبدأ نحمص النوى في طريقتين تقدري تحمصي بيها. تقدري تحمصي على عين البوتاجاز من فوق، هتحطيه في طاسة وتفضلي تقلبي فيه بصفة مستمرة عشان ما يتحرقش منك. الطريقة التانية هتحطيه في صينية تكون نظيفة بالشكل ده، وهتدخليه الفرن كل حوالي 10 دقايق هتقلبيه. الطريقة المفضلة بالنسبة لي ان انا ادخله الفرن. الحرارة بتبقى متوزعة من كل الاتجاهات، وكمان بياخد لون جميل جدا افضل من عين البوتاجاز، بس الطريقة اللي هتريحك اشتغلي بيها. هندخله الفرن زي ما قلت لك كده كل 10 دقايق. هفضل اقلبه على نار هادية، طبعا ما تعليش النار عشان ما تتحرقش منك. ههدي النار وهسيبه. خد معايا حوالي كده ساعة الا ربع على نار هادية، كل 10 دقايق كنت بقلبه. وهيخرج معايا بالشكل ده. ما تغمقيش اكتر من كده عشان طعمها ما يبقاش مر. شايفين كده جميله جدا. هتمسكي الحبايه انت هتحسي ان هي جامده، بس عايزه اقولك بتتكسر معاكي بكل سهوله. هنبدا نكسره بالطريقه دي. لو انت خايفه على الكبه بتاعتك او المطحنه كسريه. خلينا كده نتكلم مع بعض ونعرف أهمية النواة. كلنا عارفين طبعا ان نواة التمر جزء مهم جدا من التمر او من البلح. كمان يا بنات مهمة جدا ومفيدة للجسم وللشعر وللبشرة. عايزة اقولك بتدخل في وصفات عديدة جدا، ان شاء الله فيديوهات جاية هنعمل بيها وصفات كتير للشعر وللبشرة. بس عايزاكم تشجعوني وترفعوا الفيديو ده بلايكات كتير عشان الكل يقدر يستفاد من الوصفة. كمان نواة التمر يا بنات بتحتوي على العديد من الأحماض الزيتية، وبتستخدم في الصناعات الغذائية اللي بيدخل فيها الكاكاو أو بديل الكاكاو. كمان بتحتوي على مضادات أكسدة عالية جدا، الزهايمر، وبتعالج المرض الشلل الرعاش، مناسبة جدا لمرضى السكر في الدم. عايزة أقولك تحفة. هنبدأ نكسر النوى كده بالطريقة دي. شايفين بتتكسر معايا بكل سهولة. وخلاص كده بعد ما كسرتها هنبدأ نطحنها كويس جدا. هنجيب مطحنة التوابل او الكبة لو حابة تشتغلي فيها مفيش مشكلة، بس نصيحة مني مطحنة التوابل افضل بكتير. عايزة اقولك هتحولها معاكي البودر بكل سهولة. هنبدأ كده نكسر. لو في حباية سليمة هنكسرها بالنص بالطريقة دي. وهنقسم الكمية دي يا بنات على جزئين عشان عايزاها تتطحن كويس جدا. خلاص كده هناخد الجزء ده نطحنه كويس جدا، وهنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص كده بعد ما طحنتها هنجيب مصفى تكون ضيقة جدا، وهنبدأ ننخل البودر بتاعنا. وعايزه اقولك في الوقت ده اقسم لك بالله هتشمي بالظبط ريحة القهوة جميل جدا. عايزه اقولك ريحة تحفة. كمان شايفين لونها ما شاء الله اللهم بارك، عشان ما غمقناش النوى واحنا بنحمصه. ولو غمقتيه عايزه اقولك هيبقى لونه غامق جدا، وكمان طعمه هيبقى مر. الدرجه دي حلوه جدا، ما تغمقيش اكتر من كده. هنبدا ننخله. عايزه اقولك الخشن اللي هيطلع ده تقدري تستخدميه في علف الطيور، او تقدري كمان تستخدميه كمبيدات للزرع. لو عندك زرع في البلكونه حطيه فيه. عايزه اقولك تحفه، ليه فايده كبيره جدا. هنبدا ننخله كده بالطريقه دي. نصيحة مني يا بنات جربي الوصفة، لان فعلا وصفة تستحق التجربة. وجربتها اكتر من مرة بصراحة عجبتني جدا، فقررت ان انا انزل الوصفة لو ما كانتش حلوة وما كانتش ناجحة استحالة طبعا كنت هنزلها. انما الوصفة دي بصراحة ناجحة بنسبة 100%، وانصحك ان انت تجربيها. بمعلقة كده وهنقلب عشان كل البودر ينزل، والخشنة اللي هي هتفضل بس. عايزه اقولك ده انا مش هرميه، ده انا هاخده لو عندك زرع زي ما قلت لك هتحطيه تستخدميه كمبيدات للزرع، او تقدري تحطيه على الاكل بتاع الطيور سواء حمام بط فراخ. عايزه اقولك بيبقى تحفه مفيد جدا للطيور. هناخد كده باقي الكميه، وكمان اللي هو خرج ده هطحنه مره تاني، وهاخد عليه باقي الكميه المتبقيه وهنطحنه كويس جدا وهنرجع نشوفه مع بعض. خلاص كده بعد ما طحنت باقي الكميه شايفين اللون تحفه ولا الريحه؟ عايزه اقولك كانت قلب الشقه قلب. هنبدا ندخله بالطريقه دي. حسيت ان الطبق صغير مش هيشيل الكميه كلها، فانا جبت طبق اكبر منه.
خلاص كده هنخل الكمية كلها وهنرجع نشوف هنجهز القهوة مع بعض ازاي. خلاص كده بعد ما نخلت كله، شايفين ما شاء الله كده هنحط الطبقين على بعض. شايفين الكمية اللي خرجت من حبة نوى كنا هنرميهم في الزبالة. شايفين ما شاء الله، عايزة اقول لك طعم ولون وريحة حاجة كده تحفة. لو حابه تضيفي عليها منكهات زي الهيل او الحبهان، كمان تقدري تحطي عليها قرنفل، تقدري تحطي عليها زر الورد. اي منكهات انت حابه تضيفيها على القهوه بتاعتنا ضيفيها براحتك، مفيش مشكله. هتطحنيها مع النوى التمر انتوا بتطحني، هتطحن معاك بكل سهوله. يلا بينا كده نبدا نجهز القهوه مع بعض ونشوف شكلها وطعمها. عايزه اقول لك اللهم بارك روعه. هنجيب طبعا الكنكه اللي هنعمل فيها، وهنبدأ ناخد طبعا السكر حسب الذوق او حسب الرغبة. هنضيف معلقتين من السكر، كمان هناخد معلقة مليانة بشكل هرمي من القهوة اللي احنا عملناها، وهنضيف المية وهنقلب كويس جدا على البارد قبل ما نرفعها على النار. قلبي كويس جدا لحد ما تتأكدي ان السكر داب تماما والقهوة دابت تماما مع المية، وبعد كده هنرفعها على البوتاجاز. خلاص كده يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعملها ازاي. على اصغر عين في البوتاجاز هناخد كده الغطا بتاع اكبر عين في البوتاجاز عشان تسويها على نار هاديه والقهوه معاكي يبقى طعمها تحفه. وهنبدا نقلب فيها بالطريقه دي. عايزه اقول لك الطريقه دي في تسويه القهوه او في عمل القهوه بتبقى جميله جدا. هفضل اقلب فيها كده بالطريقه دي، وخلاص كده بدأ كده تعمل فقاعات من على الجنب. هنبدأ نديها تقليبة بسيطة وهسيبها لحد ما تبدأ في الغليان، بس ما تخليش القهوة تتفور قوي معاكي. مجرد بس ما هتبدأ تغلي هنطفي عليها النار. وخلاص كده القهوة بتاعتنا بقت جاهزة، هنبدأ نقدمها. عايز اقولك اللهم بارك، الريحة كانت قلب الشقة. وده كده القهوة بتاعتنا عملناها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ما خدتش مننا وقت، ما كلفتناش كتير، وعملنا حاجة اللهم بارك روعة. اتمنى ان شاء الله يكون الوصفه نالت اعجابكم واستفدتوا اي حاجه من الفيديو. ان شاء الله زي ما قلت لك ببودره نواه التمر دي هنعمل وصفات كتيره جدا للشعر. عايزه اقول لك تحفه في انبات الفراغات، كمان للرموش حاجه كده اللهم بارك روعه. ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم وتدعموني باللايك واشتراك، واشوفك في فيديو جديد.